الدفاع. ليو ميسي وراح انطلق الكرة عن طريق اللاعب نيمار، لم يكن متصل نيمار راح نيمار وسواريز، نيمار يراوغ، نيمار يوصل لله جول. درس في الفعالية بين نيمار ليو ميسي من بعيد لنيمار. نيمار توغل وانتظر، ثم مرر، ثم جاء العملاق ليو قاهر الكبار. ليو ميسي يستلم ويسدد ثم يسجل جول. كان السيتي هو الذي سيسجل ولكن ليو قال لا، وانطلق نيمار، لحقه ليو ميسي من العمق. شوف الصورة، شوف الإعادة، شوف الانطلاقة من ليو. نيمار رجع ليو دخل ببساطة وبسهولة. كم هي الكرة سهلة بالنسبة لليو، كم هي الكرة وفلسفتها بسيطة بالنسبة لليو. أمرر ثم أستلم، أتوغل ثم أسدد على يمين الحارس. جول للبارسا في الإميريت ستاديوم أمام مانشستر سيتي. السلام عليك يا لويس أنريكي، أو بالأحرى يا سلام على نيمار وليو. يا سلام. البارسا يهاجمون بعد ذلك، تجري يمينا وشمالا من أجل وينك يا دو براوني، وينك؟ لما تشوفوا بأن دافيد سيلفا ودو براوني واغويرو لم يستلموا كرات، افهموا ماذا يحدث. الكرة ممتازة، جول جول جول. غوندوغان يعدل النتيجة عند الدقيقة 39 من خطأ فادح، هدية يمنحها دفاع فريق برشلونة لمانشستر سيتي. اللعبة الثلاثية تخطئ أمامها أغويرو، تدفع الثمن. نعم، الخطأ بثمن غالي. أغويرو استلم كرة، فتح اللعب كالمعتاد، الكرة ضاعت من سيرجي روبرتو. نعم ضيعتها يا سيرجي. أغويرو اخطفها، مررها لرحيم على طبق لغوندوغان في القائمة الثاني بيسرى، يعدل النتيجة للمان. لذلك لاحظت منذ حين بأن البارسا كان يضغط من أجل إضافة هذا الثاني، لأنه لا يدري سيناريو هذه المباراة، ويدرك بأن السيتي قادر في أي لحظة يصنع الفارق. رحيم حطها على طبق من ذهب لغوندوغان. هدف التعديل من الألماني في الست دقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول من هذه المباراة. هل فهمت شيء في المباراة؟ ووصل السيناريو في هذا الشوط الثاني بأن دو براوني يريد أن يضع هذه الكرة في السباك. لو يضعها تشعل المباراة أكثر فأكثر من حوالي 23 متر. دو براوني يستعد، دو براوني يتقدم، يسدد، وجول 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 وجول. كيفن دو براوني البلجيكي يفعلها ويسجل جول ثاني. يا سلام، من أروع ما يكون. كان باديا عليه بأنه سيفعلها ويسجل. دو براوني منذ مسك الكرة بيديه، منذ وضعها في نقطة التسديد، منذ اعتنى بهندامه وبقميصه، قرر بأنه سيسدد ويسجل. نعم، ملامح التسجيل كانت واضحة على دو براوني. كرة ساقطة رائعة. يا سلام، لا تير شتيغن ولا كل ألمانيا بإمكانها أن تصد هذه الكرة من العملاق والفنان والمتميز كيفن دو براوني. يسجل الجول الثاني كابايرو. اغويرو ودو براوني. اغويرو من امام سيرجي روبرتو. اغويرو فتح له طريق دافيد سيلفا. اغويرو يلعب من هناك لدو براوني. جول انت الماني خداع. غوندوغان يسجل ثنائية على برشلونة. ما هذا الذي يحدث للبارسا في هذه المباراة؟ ماذا حدث لهم في غرف الملابس حتى يعود عناصر برشلونة بهذا السوء في الشوط الثاني، بهذه الأخطاء المتكررة، بهذه الفراغات العجيبة؟ أم أن فريق مانشستر سيتي بالسبع أرواح؟ أغويرو قاتل، أغويرو ساحر، أغويرو أنت المجرم. أي نعم، ميسي مجرم ولكنك أيضا مجرم لأنك أرجنتيني مثله. خيسوس نافاس لأغويرو. غوندوغان في الأماكن اللازمة، في الأوقات اللازمة يفعلها بالبارسا ويسجل الثلاثية. كان البعض يتوقع أن يفوز السيتي، ولكن ليس بهذه النتيجة وليس بهذا الشكل بالثلاثة اليوم. قلت لكم لو لم تسجلوا الثالث ستدفعون الثمن. الآن يفرح جوارديولا لأنه عارف بأنه هدف